يا مساء العسل. هعمل معاكم النهاردة كنتاكي، الرز الريزو، التشيكن ستريبس، الصوص والكولسلو. الأكلة كاملة فعلا، مهما عملتي دي أقرب وصفة لكنتاكي والله بجد بلا مبالغة. وعشان ما اطولش عليكم الفيديو، معاكم منار الكيال. اتمنى لايك وشير عشان بجد الفيديو ده لازم يوصل لأكبر عدد من الناس. هبتدي بالتشيكن ستريبس. معايا هنا معلقتين دقيق كبار، معلقتين نشا كبار، توابل ملح فلفل بصل باودر توم باودر مرقة فورية وبيكنج باودر. معايا بيضة بس واخدة معلقة بس، ومعايا لبن رايب، وطبعا معايا التشيكن ستريبس بتاعتي. ده الحجم اللي انا مقطعاه، هو بانيه عادي وانا اللي مقطعاه. في بولة هنزل باللبن الرايب وعليها معلقة البيضة اللي احنا واخدينها، والتوابل بتاعتي ملح فلفل بصل باودر توم باودر معلقة بيكنج باودر ومرقة فورية. وهنزل بالدقيق وهبتدي ان انا اقلب، انا مش عايزة اي كلاكيع خالص. وهجيب النشا بتاعتي وهدوبها في نفس البولة اللي كان فيها الرايب، وبرضو بنفس الازازة هحط فيها حبة مية وارجها واقلب فيها النشا. وهحط الخليط ده كله، النشا اللي احنا عاملينه على الخليط ده كله. التتبيلة دي انا عاملاها قبلها بيوم، يعني عاملاها من بالليل، طبعا بيكون احسن بكتير والنتيجة مضمونة. هنا بوريكم ان مفيش اي كلاكيع، والعجينة بتاعتي سايلة. هبتدي ان انا انزل عليها قطع الفراخ اللي احنا عاملينها وهكيسها واحطها في التلاجة. دي اضمن حاجة للتشيكن ستريبس، هي زي كنتاكي وزي بره، يعني مش محتاجة خالص ان انتي تشتريها بصراحة. تاني وصفة معايا كولسلو. انا عارفة ان في ناس كتير عارفاها بس برضو في ناس ما تعرفهاش. معايا هنا كرومب ابيض صغير، ومعايا جزر، ومعايا بصلة بيضة. لازم بصل ابيض مش بصل احمر، الكولسلو ما بيحتاجش بصل احمر خالص. ومعايا لبن، 4 معالق مايونيز، 3 معالق سكر. انتي ممكن تحتاجي من 2.5 ل3 على حسب اللي انتي بتحبيه، وطبعا خل وظبطة الملح بتاعتك. هبتدي ان انا اقطع الجزر والبصل والكرومبة، وهبتدي ان انا الاول اعمل الدريسنج. هحط 4 معالق خل بالظبط، ومعايا اللبن، وهنزل بالمايونيز والسكر، وهقلب كل المكونات دي مع بعض، وطبعا ظبطة الملح. بعد ما اتأكد ان كله اختلط هنزل بالكولسلو، وهقلبها كويس قوي. طبعا انا عاملة دي برضو قبليها بيوم، يستحسن ان اي سلطة فيها دريسنج تبقى قبليها بيوم او مثلا الصبح، ما بتتقدمش على طول، لازم ترتاح شوية. معايا هنا هعمل الرز، خطواته كتير بس مضمون. نزلت بزيت ومعلقتين سكر علشان هكرملهم. لو هتخافي من الجزء ده من السكر في الزيت علشان ما تتلسعيش، ممكن تحطي صويا صوص، بس انا ما جربتوش قبل كده بالصويا صوص. بعد ما اتاكدت ان السكر بتاعي اتكرمل، مش اتحرق، اتكرمل بس، هنزل عليه ببصلايه مبشوره صغيره مع السكر اللي احنا مكرملينه، ومعايا مكعب مرق.
برضو هقلبهم مع بعض. اول ما ياخد اللون الذهبي ده هنزل عليه بمية سخنة. انا عارفة ان خطواته كتير، بس صدقوني والله هتدعولي ان هو نفس الطعم. بعد ما قلبت كله مع المية، بشرة هنا فلفل احمر مش حامي، وهنزل بربع فنجان صويا صوص غامق غامق علشان يديني نفس اللون اللي احنا بناكله من بره. وبظبط الملح بتاعي، ومعايا معلقتين كبار دبس رمان، وهبتدي انزل بالرز مغسول طبعا، واقلب كويس. بصوا حتى قطع الفلفل الاحمر هو بالظبط. هقفل عليه وابتدي احضر الصوص معاكم. الحله بتاعتي سخنه، نزلت عليها بنص كوبايه كاتشب، وكمان نص كوبايه ميه عاديه فتره، ومعايا هنا معلقتين سكر. حابة تقللي السكر براحتك، بس انا بديكي التست المظبوط. ربع فنجان خل، وطبعا ملح. حاولي ما تكتريش الملح لان الكاتشب برضو بيبقى فيه ملح، وما تكتريش السكر قوي لان الكاتشب برضو فيه سكر. ونزلت بمعلقة فلفل مجروش، والفلفل الاحمر اللي احنا حاطينه في الرز حطيته برضو هنا على الصوص، ومعاه دبس رمان. وضربة هنا في معلقتين 3 مية بصل باودر وتوم باودر، وكمان مدوبة نشا في حبة مية صغيرين قوي علشان البصل باودر والثوم الباودر والنشا ما يكلكعوش لما انزلهم على طول. لا، بضربهم بره وبعدين انزلهم على الصوص بتاعي. اول ما نزلت النشا، الصوص معايا ربط على طول، اداني نفس القوام بالظبط اللي انتوا عارفينه. اخر حاجة بقى معايا ان انا احمر التشيكن ستريبس. معايا دقيق حاطه فيه ملح وفلفل ومرقة فورية، وهقلب كل المكونات دي مع بعض. وهطلع التشيكن ستريبس بتاعتي من التلاجة اللي بايته من قبلها بيوم في التتبيلة. هنا انا بوريكم ان هي لسه ساقعة ماسكة جامد يعني في بعض. ابتدي ان انا اطلع بقى واحط في الدقيق اللي احنا حاطين فيه التوابل. بحاول اخلي فيها اللي هي العجينة شوية علشان تمسك في الدقيق، وتبتدي تعملي الطبقة اللي احنا بنحبها في التشيكن ستريبس. طبعا حابة تزودي الطبقة اكتر، هتحطيها في الدقيق وبعدين تطلعيها تحطيها تاني في العجينة اللي احنا عاملينها وترجعيها تاني الدقيق. هنا انا مش ببطط بايديا خالص خالص، ما ينفعش. انا بوديها واجيبها كده في الدقيق، واقوم منفضه الدقيق من عليها علشان تعملي الطبقة اللي انتوا عارفينها بتاعت التشيكن ستريبس دي. تمام. هطلع بس واحدة تانية معاكم اعملها قدامكم برضو في الدقيق، بقلبها كده رايح جاي، اطلعها انفضها شوية. بصوا نفس الطبقة اللي احنا بنشتريها من بره او بنلاقيها في المحلات. والله انتي ضمناها 100% اللي انتي عاملاها بايديكي في البيت دي. وعامة انا كتير قوي بجهزها واحطها في الفريزر، واطلعها اعملها على طول في الزيت كأنها زي الجاهزة. معايا هنا طاسة فيها زيت، بحاول اشوفه هو سخن ولا لأ. اول ما يبتدي يسخن معايا، انا مش عايزاه نار
لا انا عايزاه اللي هو السخونية اللي انتوا شايفينها دي. هبتدي انزل التشيكن ستريبس بتاعتي، واول ما تبتدي تاخد اللون هقلبها. ما ينفعش انزلها على نار، على زيت نار حامي جدا، علشان ما تاخدش بس طبقة من بره. ابتدي بقى ان انا انزل بقية التشيكن ستريبس بتاعتي علشان اخلص الكمية كلها. اول ما تاخد لون اعرف ان هي تاخد لون من تحت، اقوم مقلباها وبطلعها على شبكة عشان تديني القرمشة بتاعت الكريسبي دي. اللون ممتاز، الطبقة حلوة قوي. عايزة اقول لكم كمان ان الطبقة دي مش كفر كده والتشيكن بتبقى جوه، الفرخة بتبقى لوحدها والعجينة اللي من بره دي بتبقى لوحدها، لا هي لازقة فيها. تحفة. اهو بصوا انا بقطع الكفر ماسك جوه الفراخ، لان انا مبيتاها قبليها بيوم والخطوات مظبوطة وكل حاجة واخدة وقتها ومرتاحة. تحفة والله تحفة. الرز مظبوط قوي، الصوص تحفة. طبعا حابة تعمليه حامي براحتك، حابة ما تعملهوش حامي برضو براحتك. الكولسلو مظبوطة، أكلة كاملة حلوة قوي. الرز واخد بالظبط الفلفل الأحمر اللي احنا حاطينه مع بعض، الصوص بالظبط. يعني أنا مش عارفة أقول أي كلام تاني بصراحة. عارفة اني طولت عليكم الفيديو، بس أتمنى تجربوا الوصفة. مع السلامة.